ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أجدد أفلام مارفل Guardians of the Galaxy 3. الفيلم الثالث والأخير لسلسلة حراس المجرة اللي بدأت أول مرة في 2014 والفيلم الثاني في 2017، وكان المفروض الفيلم ده يكون بعده بحاجة بسيطة مش 6 سنوات، بس حصلت مشاكل زي طرد مخرج الفيلم جيمس جان من المشروع، واشتغل ساعتها على فيلم سويسايد سكواد لشركة دي سي، وبعد فترة كده رجعت مارفل جيمس تاني، مش عارف مفيش غيره ولا ايه، بس رجع تقريبا في 2021 وبدأ فورا يشتغل على الفيلم ده، بس أجل نزوله ل 2023 بسبب انه مش راضي عن المؤثرات البصرية والمكياج والحاجات دي. ده تقريبا اكتر فيلم في التاريخ استخدم اجهزة مكياج حسب تصريح جيمس جان نفسه. وطبعا الناس زعلت جدا بان ده اخر فيلم للسلسلة واخر فيلم هنشوف فيه فريق المجرة ده في فيلم. الفريق ده اصله كوميدي جدا وشخصياته محبوبة. هو مفيش سبب معين لإنهاء المجموعة دي، وممكن جدا بعد كام سنة يعملوا أفلام جديدة ليهم أو يظهروا في أفلام شبه أفينجرز كده. وجارديانز اوف ذا جالاكسي حققت نجاحات مهولة سواء كأفلام أو كألعاب، بحيث إن جبت اللعبة بتاعتهم ضمن أقوى ألعاب 2021. وفكرة السلسلة عن أصحابنا دول اللي بيسافروا عبر المجرات وبيحاربوا الأشرار اللي بيهددوا المجرة والجو ده. والفيلم ده هيبقى فيه أسطورة زي سيلفستر ستالوني كده، هو لسه شغال في الأكشن، مش كبرنا يا جدو. والمفروض الفيلم يتعرض في شهر مايو إن شاء الله، والله أعلم هيزقوا ولا هيأجلوه تاني، ربنا يستر.